تعالوا نعمل النهاردة أكلة جديدة من أكلات البطاطس هتعجبكم جدا. هي كفتة البطاطس. تعالوا نجربها سوا. هنحاول ننقي البطاطس حجمها صغير كده وكلها قد بعض عشان تبقى شكلها على بعضها في الصينية حلو قوي. هنقشرها ونغسلها طبعا كويس ونقشرها التقشير العادي بتاعنا، وبعدين ناخدها كده ناخد الجزء الأولاني اللي فوق واللي تحت، يعني نعمل لها قاعدة كده علشان ترتكز عليها في الصينية. وبعد كده يعني بالمقوار كده بالراحة نقورها بسيط كده ونحتفظ بالحشو اللي هينزل منها، يعني ما نرموهوش عشان دي هتحطها في الصينية لأنه بيبقى طعمها حلو جدا. يعني تغيير كده، أكلات البطاطس متنوعة فيها كل حاجة ممكن احنا نعملها. كل يوم نعمل طبخة جديدة بالبطاطس مش هنزهق. بعد ما بنخلص الكمية كلها بنبدأ بتعصيج اللحمة. عندي اللحمة المفرومة بطلعها من الفريزر احطها في الحلة على طول متاخدش وقت. وعلى كل كيلو لحمة بحط نص كيلو بصل مفروم، والبهارات 7 بهارات وملح وفلفل، مكعب مرقة لحم تدي طعم كده حلو، كزبرة. كل ده مع بعضه بيدي طعم جميل قوي. بعد كده بقى باخد البطاطس، عايزة احمر الاول الجناب بتاعتها في معلقة سمنة بلدي كده. افضل احمرها لحد ما تاخد لون حلو كده. دي بقى الصلصة بتاعتها، بحط لها توم وسمنة وصلصة وحبة خل، ومع برضو مكعب مرقة لحم كده. وطبعا البايركس مهم جدا ان احنا ما نحطش المية. هنحط شوية مية، فمش هنحطها المية ساقعة. المية يكون سخنة او دافية، لكن ما نحطهاش ساقعة، لان حلل البايركس ما ينفعش افاجئها مرة واحدة بمية ساقعة على حاجة ممكن تفرقع لا قدر الله. بس وبناخد الكمية كده، بس زي ما احنا شايفين كده اخدت لون حلو قوي في الجناب. اولا بتحافظ على شكل البطاطس، واحنا لما بنيجي بعد كده بنحشيها ما بتاخدش الطعم المسلوق، لا هي بتاخد طعم متحمر حلو. عشان كده بنحمر الجناب. ادي اللحمة المتعصجة جاهزة، ودي الحاجات اللي هي الحشو بتاع البطاطس اللي قورناه حطيته في الصينية من تحت. ومعانا حبة جبنة موتزاريلا كده علشان لما نحشي البطاطس هنحشيها باللحمة المفرومة وفوقيها جبنة موتزاريلا. برضو كل ما إضافة بنضيفها بتدي طعم حلو قوي، وبتحبب الولاد في الأكل، يعني بيحسوا بتغيير، بيحسوا إن طعم مختلف. بس بعد كده بقى بنرصها وهنحط عليها الصلصة. طبعا هنا كانت البطاطس سخنة عشان كنت مستعجلة فبمسكها واعملها، لكن ممكن طبعا تسيبها لما تهدى خالص عشان تبقى سهلة يعني. لكن هي زي ما احنا شايفين الكمية كلها اهي. وبعدين بضيف عليها الصلصة احنا عملناها مع بعض، و بس زي ما هي كده. وهنغطيها بالفويل وندخلها الفرن نص ساعة بالظبط. وبعد كده نشيل الفويل ونحطها تحت الشواية. هتدي الشكل الحلو ده. وبألف هنا. ولو جربتوها وعجبتكم أبقى سعيدة برأيكم وتعليقاتكم. شكرا.